تعالوا النهارده هنعمل سلطه فواكه بطريقه سهله وسريعه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وكمان مش هنضيف عليها ولا نقطه ميه، الصوص كله هينزل من الفواكه نفسها. حاجه كده طبيعيه، اللهم بارك. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا كيلو من الفراوله، هبدا اقطعها مكعبات صغيره. طبعا انا مسرعه الفيديو علشان وقت الفيديو، بس كل حاجه واضحه قدامكم طبعا. ومتنساش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. هقطعها مكعبات صغيره كلها زي ما احنا شايفين. خلصت الكمية، بوريكم المكعب قد ايه. ومعايا بولة هنزل فيها بالفراولة وعليها كوباية من السكر، وهسيبها حوالي ساعتين في التلاجة. هقلبها طبعا ونغطيها بكيس تلاجة او اي حاجة متوفرة عندك تغطي بيها وتدخليها التلاجة. ولو وصلت لغاية هنا متنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بعد ما دخلتها التلاجة، ممكن تعمليها من بالليل قبلها حوالي 3 ساعات عادي، مش هتفرق خالص. وهنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله الصوص كله نزل من الفراولة نفسها ومن السكر، ما حطيتش ولا نقطة مية. وده بيدي طعم للفواكه جميل جدا ما شاء الله. طبعا اي فواكه، انا معايا موز وجوافة وبرتقان وبرتقان وتفاح. طبعا اي فاكهة، ممكن كيوي اللي موجود واللي انت حابة تحطيه، او اناناس اللي انت حابة تحطيه حطيه والمتوفر عندك. وهتجيبي كميات بسيطة من كل نوع، هيعمل معاكي ما شاء الله كمية كبيرة جدا. وهبدأ اللي انا اقلب الفواكه كلها مع بعضها، وهسيبها حوالي ربع ساعة عشان كمان الفاكهة اللي احنا حطيناها تنزل من السوائل بتاعتها، هتبقى طعمها اللهم بارك تحفة. وهنا بعد ما سبتها ربع ساعة بالظبط، شايفين الصوص ما شاء الله ملأ البولة. وهبدأ اللي انا اقدمها واوريكم الصوص اللي نازل. ما شاء الله الشكل بيعبر عن الطعم. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. وهنا قدمتها في كاسات كده بشكل جمالي، ممكن تحطيها في اللي متوفر عندك، اي بوله متوفره عندك قدمي فيها. في امان الله يا احلى اخوات.